أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج الرياضي من برنامج كل الرياضات في عدده المتجدد الذي يتناول اليوم موضوع أو رياضة الحمل بالقوة بحضور بطلتين جزائريتين وبطلتين إفريقيتين دائما ثانينا حاضرة معنا، وأيضا ليليا في البلاطو. مشكورين على حضوركم مرة أخرى. إذا تكلمنا في الجزء الأول تقريبا على هذه الرياضة، عرفنا بهذه الرياضة للجمهور الجزائري، تكلمنا ربما على الأفكار الخاطئة، تكلمنا على بدايتكم وبداية مشواركم في رياضة خلينا الباور ليفتينغ. اليوم ربما أو في هذا الجزء ننتقل إلى خطوة أخرى ومرحلة أخرى في حياتكم الرياضية ولا في مشواركم الرياضي. كان هو أولها كان تتويج بطلة الجزائر، بعدها تلقيتوا دعوة إلى المنتخب الوطني الجزائري في خطوة مهمة جدا في مشواركم الرياضي. ربما ثانينا أول استدعاء للمنتخب الوطني كان أي سنة لك؟ 2023 سبتمبر 2023 العام اللي فات. سيتي لا بروميير كونفوكاسيون المشاركة في البطولة الإفريقية 2023 في اللي اندارت في لاكوبول اللي كانت هنا في الجزائر. وي نعم في الجزائر. دونك كانت أول مشاركة ليا، وبيان سور النظرة تاعك تتبدل كي تكون في المنتخب الوطني. قبل نحكيو على التغييرات اللي تصرات تكوني في المنتخب الوطني، كيفاش لقيتي اولا دعوه المنتخب الوطني وعلى اي اساس تتم ربما تقييم الرياضيين من اجل استدعائهم الى المنتخب الوطني؟ التقييم الرياضي هو يكون ديجا في الشامبيونا ناسيونال. هناك بطوله وطنيه كي تكلاسي بيان سور بارمي لي بروميي، يكون هناك انتقاء الرياضيين تقريبا يكونوا المتوجين في البطوله الوطنيه. نعم معمول نفس الشيء، لانه تقريبا مختلف الرياضات الفرديه يتم اختيار الرياضيين ولا افضل الرياضيين من خلال نتائجهم في البطولات الوطنيه. وي كان نفس الشيء هنا في الجزائر. وي كلاسيت في الشامبيونا ناسيونال اللي دارت في ستاوالي 2023. سيتي ال 27 جويي داروها في الجزائر في ستاوالي. دونك الموا دو سبتمبر سيتي لا بروميير بارتي بلوتو اول استدعاء ليك للمنتخب الوطني. وي باش نشارك في البطوله الافريقيه. نعم. ليليا نفس الشيء ربما 2023 اول استدعاء ليك للمنتخب الوطني. اول استدعاء ليا نعم في سبتمبر 2023، وكانت البطوله الوطنيه تاع دارت جويي. هذيك حطتها في بالي وحطت قالت بلي كانت اول ليدي اول مرتبه كاليفي ديريكتومون شامبيون دافريك، ماشي بارتيسيبي شامبيون دافريك. فقط المتوجين بالميداليه الذهبيه. الميداليه الذهبيه ماشي الثلاثه الاوائل. ديريكتومون بارتيسيبي في شامبيون دافريك. يعني من كل تخصص ولا من كل فئه في الوزن خداو؟ من كل فئه جاو بروميير بلاص، اللي دا بروميير بلاص داو. يعتبر امر منطقي في اختيار الرياضيين. شا كاتيجوري يكون واحد كلاصه المتوج. وي المتوج في الفئه تاعو هو في كاع الاصناف، كادي جونيور سينيور ماستر ثاني في مختلف الاصناف. وكان هذه الدعوه تحضيرا للمشاركه في بطوله افريقيا للباور ليفتينغ اللي كان اقيمت هنا في الجزائر 26 اكتوبر. واش تغير عندكم كرياضيات بعد تلقيكم ولا بعد انكم صرتوا رياضيات دوليات في المنتخب الوطني الجزائري؟ تكون هناك مسؤوليه، تولي مسؤول، لازم تدافع على الرموز بيان سور الوطنيه، على الدرابو الجيريان، وراح تولي نظره تاعك كونترير بعيده باسكو راح تخدم عليها وراح كما ما يستنى فيك شامبيون دافريك. لازم تدافع على لو تيتر تاعك، لازم تولي ما تمثلش روحك، ما تمثلش روحك تمثل الجزائر، تختلف تولي تمثل الجزائر. وتختلف ممارستك الهدف من خلال ممارسه هذه الرياضه. الامر يصبح اكثر مسؤوليه. على مستوى ربما نمط الحياه تاعكم في التدريبات، واش اللي تغير بين انكم كنتم رياضيات خارج المنتخب الوطني وبعدها اصبحتوا لنا ربما جزء من المنتخب الوطني؟ جو تكون رياضي هاوي، ميم سي راح تشارك في بطولات ماشي كيما تكون في المنتخب الوطني. كي تكون في المنتخب سيريو كيما كي تكون
وي تكونش تكون- ستريت، ما ما تكونش تكونش ديسيبليني، ما بزاف، تكونش الانضباط يزيد لما تكون وي، في المنتخب يزيد، الوطني. بيان سور. لانه اي باسكو راح خطا تخاف ربما على على البلاستيك البلاستيك. خلينا وي نقول. بيان سور. اي خطا يقدر يكلفك انك ما تزيدش تستدعى وي للمنتخب تقصى الوطني. بيان سور. دونك راح تحاول تمثل روحك بالخدمه بيان سور. لازم توجور تبقى في لو ميم نيفو. تزيد تبقى تزيد. توجور شغل تطمع باش تزيد بلوس. تبقى وي. تتطور في كل مرة. وي. أكيد. إذا شاركتوا في أول بطولة إفريقية في مشواركم كانت 2023 هنا بالجزائر بالقاعة البيضاوية. لو نحكوا على التحضيرات اللي تقوموا بها كرياضيات في المنتخب الوطني وتحضروا لبطولة مهمة هي بطولة كأس الأمم الإفريقية، وشنو هي المراحل اللي تمروا بها ليليا في مرحلة التحضيرات حتى تكونوا في أتم الجاهزية يوم المنافسة اللي توجتوا بها كبطلات إفريقية أنت وأيضا ثانينا؟ كما قلنا هذه الرياضه لازم لها تحضير يكون على العام. ماهيش زعما تكون عندك بطوله لازم Durant toute l'année تبريباري تخدم. لها. فوالا لازم كاع العام ما تقدرش تحبس فيه، تحبس تحبط. مي احنا بيرسونيلمون شامبيون دافريكا دي ما كانش عندي وقت بزاف باش نحضر لها تاع العام اللي فات، باسكو قلت لك الناسيونال كانت في جويي وشامبيون دافريك في اكتوبر، دونك كان عندي تقريبا شهرين تحضيرات. والتحضيرات ما تكونش كيف لي زونطرينمون يزيدوا بارفوا يلحقوا حتى 6 فوا بار سيمين. وي الماكله لازم تكون مسقمه باش تقدر تريكوبيري لي موين دو ريكوبيراسيون تاني، لازم سونا ماساج بان حنا مالوغوزمون لو بروبليم في هاد لا ديسيبلين سي لي موين دو ريكوبيراسيون. ما عندناش ناقصين كمان الامكانيات تاع ان باور ليفتر ما تخليش يتمكن يحصل على هاد الامكانيات كاع باش يريكوبيري الكور تاعو، باش كمان هذه لا شارج، هذا حديد وهذه جوغ سي دي بوا ترفدهم اش 24، دونك الكور تاعك يعيا. أكيد. الوغ كيفاش انت تقعد توجور بهذاك لو نيفو بهذاك لازم تريكوبيري. كيفاش يكونوا هاد لي موين دو ريكوبيراسيون؟ لازم الامكانيات لازم ماكله مليحه، لازم لي كومبليمون اليمونتير يكونوا توجور معاك. دونك شاك سيمين ايماجين لازم ان بان غلاسي، لازم السونا، لازم حمام، لازم لي كومبليمون اليمونتير، لازم لي مساج اي تو سا بور ايفيتي لي بليسيور. أهم شيء أنه تتفادى الإصابات. وي. باسكو فيه بزاف لي بليسيور. تكلم خطا صغير برك قادر تكلموا على ايام ربما والوقت المخصص للتدريبات. ليليا تكلمت قالت تصل الى 6 ايام في الاسبوع وي. تقريبا بشكل يومي. هل في اليوم تمترنيو يعني حصه واحده ام انه هناك برامج وين تعتمد على حصتين تدريبيتين في اليوم الواحد؟ نو حنايا تالمون ديجا كل واحد يبريباري وحده. دونك كيما انا حتى في المنتخب الوطني تحضيراتكم تكون وي. بشكل منفرد. بشكل منفرد. كل واحد بارجو انا في البدايه دونك جو مونطرين وحدي في لاصال وحدي ثاني. وبرنامج التحضيرات ديريه انت ولا يعطيه لك لا المدرب برنامج المنتخب تاعي الوطني؟ حتى في المنتخب بيان الوطني. سور. نو ما كاش برنامج، انا دايره برنامج تاعي. دونك نمشي على البروغرام تاعي و دون اون سال ثاني بريفي جوغ افيك مي بروب مويان. دونك فوالا. يعني الاشتراك في القاعه الرياضيه من مالك الخاص بيان ايضا. سور بيان سور. ما دفعوش الاتحاديه الجزائريه لكره نعم. القدم وانت في بصدد التحضير لبطوله افريقيه. وي مالوغوزمون. بقاميص نفس الشيء بالنسبه لك ليليا؟ ربما هي في بدايه الامر يختلف. انت هنا في العاصمه كيف يتم التحضيرات انا وكيف نقدر الأمور؟ نقول لك كان لي شويه الحظ انه كانت النادي السابق تاعي كان فيه لاصال وفيه الماتيريال تاع باور ليفتينغ، دونك كنت نطريني تما. كان عندي مدرب، يعني تحضيرك كان يتم على مستوى النادي. انا وكان عندي مدرب تاعي اللي كان سابق بلال، كان واقف معايا، كان يمدي لي برامج وبه اللي طلعوا لي شارج تاعي. اذا ربما كنت في ظروف افضل من الظروف اللي كانت أنا فيها par ثانينا في rapport التحضيرات. تكلمتوا ايضا على اكيد النظام الغذائي مهم جدا عند اي رياضي خاصه في فتره التحضيرات. وقتاش نقدروا نقولوا بانه الرياضي في الباور ليفتينغ يدخل في مرحله الجد القصوى، انه لا مجال للتهاون قبل اي منافسه، شهر شهرين 3 شهور؟ كم هي المنافسه الخاصه بكم حتى تبداو مرحله التحضيرات باش تكونوا في اعلى مستوى يوم البطوله؟ بون احنا كيما قلنا التحضير يكون جورون توت لاني في كامل السنه تو تونطرين، ما لازمش تستهزا. لكن قبل البطوله اعتقد شهرين فغي شهرين اون بليس. شهرين هذوما سي دي زونطرينمون انتونس، ما كانش
جور تحبس ولا tu n'as pas le droit à lire, tu n'as pas le droit تريح ولا c'est vrai c'est un sport اللي demande بزاف le repos beaucoup plus parce que لو كان ما تريبوزيش تانيت الراحه جزء من كنا التحضير. بيان سور نروحوا في دي بليشير واحد اخرين تو دونك بور ايفيتي كاع هاد يفو نكونوا انتيليجون في لي زونطرينمون تاعنا ميم باسكو كاين وين بيريود وين يطلعوا لي شارج وي و افون كومبيتيسيون يعاودوا يحطوا لي شارج. دونك بسبب لازم ربما المجهود البدني اللي نعم باش تكون واجد نهار المنافسه. ايضا النظام الغذائي مهم جدا. تكلمتوا ايضا عن المكملات الغذائيه اللي تكونوا لو تقريبا نتكلموا بلغه الارقام، كم هي ربما الاموال اللي تكلف رياضي في الباور ليفتينغ من اجل التحضير لبطوله مثل البطوله الافريقيه؟ بشكل عام ما هو المبلغ اللي تقدروا تصرفوه ربما من حيث التدريبات، الاكل، الاسترجاع، كل هذا الشيء؟ كوتي باغ اكزومبل لي كومبليمون يقدروا يلحقوا حتى ل 7 ملايين وي 10 ملايين وما يحكمولكش بزاف، واحد شهرين ثلاثه. يعني لو نقولوا كل 3 شهور عندك 10 ملايين مخصصه 10 ملايين للمكملات الغذائيه. وماشي كاع المكملات يعني الاساسيه انا قلنا اساسيه يسحقوا. كاين دي كومبليمون اساسيين والاخرين جو زياده دونك حنا نهضروا غير على اساسيين فوالا دونك هذا فقط مكمل غذائي، ماناش نتكلموا على ماناش الغذاء نهضروا على التغذيه، ماناش نهضروا على لي فري دو لا ماناش نهضروا على لي موين دو ريكوبيراسيون استرجاع. لو نقيموهم كامل كربما ميزانيه شحال تقوم كل هذه المصاريف؟ 200,000 دينار 20 مليون. 20 مليون من اجل تحضير رياضي؟ وي تحضير بطوله تحضير لبطوله. لا راني قلت لك المينيموم جوغ 20 مليون هذو باش نحضروا الرياضي للمستوى العالي. هذا نهضروا غير كوتي تاع ماكله وريكوبيراسيون وخلي نهار المنافسه اللي تجبر عليك الاتحاديه الافريقيه نعطيك شامبيون دافريك انه تلبس اون توني سبيسيال. وي معروف هذا السبور وهذيك لا توني وحدها تلحق حتى 35 مليون. انا المعلومه هذه فاجاتني صراحه لما نتكلموا على البدله الرسميه اللي تشاركوا فيها في البطولات يلحق سعرها الى 35 حتى 40 مليون. حتى 40 مليون صراحه تفاجات جدا. وهل هذه البدله مثل ما نشاهدوها في الصوره وش هو الامر اللي يخليها تلحق لهذه الاسعار مبلغ ضخم 40 مليون؟ نعتقد انه الماركات ولا اللي يخدمها شركات عالميه. على واش توفر البدله باش يكون فيها هذه؟ وش يجي معاها البدله بشكل عام؟ فيها المايو كما نشوفوا، فيها لي سار بواني، فيها لي سار بواني، لي جونيور، صباط تاع سولفي وحده سكوات وحده، لا سانتور، لي شوسيت ثاني تاع سولفي تاع ماشي كيف سكوات ماشي كيف قشر لي شوسيت هذوك تاع سولفي وتاع سكوات ماشي كيف وهادو شرط اساسي من اجل المشاركه في بطوله افريقيه. وي ما تقدرش تدخل باغ اكزومبل بلا توني تاع جو سي با تاع سيكليزم ولا يا اخي يا دي توني تاع سيكليزم ليسونسيال عندك جو يتشابهوا سوا وي مي نو تو نا با الدغوا تدخل بها. هناك معايير محدده في سسبوندو يخرجوك سينا وي ممنوع من المشاركه بدون البدله الرسميه. وي سوا صارت هذه في البطوله الافريقيه تاع العام اللي فات. كاينين اللي دخلوا، كاينه وحده دخلت الاخر قصاوها خرجت حتى عاودت بدلت لبست لا توني اللي والبدله هذه الرياضيه توفرها لكم الاتحاديه ام انه من مالكم الخاص؟ لا من مالك الخاص امكانياتك نتايا من جيبك وفوالا. المفروض انه لما تروح تشارك في بطوله افريقيه تمثل المنتخب الوطني اعتقد بانه البدله وكل ما يتعلق بربما لباس الرياضي يكون على عاتق الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. هذا هو المعمول به في مختلف الرياضات. وي مالوغوزمون حنا للاسف حنايا كيفاش قدرتوا تتحملوا هذه النفقات الكبيره انكم باش تشاركوا؟ والله حبا ماشي باسكو قادرين لهاد النفقات ولا مي حبا لهاد الرياضه. يو فواك دخلنا فيها سي بون جور ولات لنا ادمنتم رياضه تولي ادمان صح. ما تقدرش تجبد روحك مام سي فري كلات لنا صحتنا دراهمنا ما نكذبوش وقتنا. نقول لك حتى الخدمه تاعنا لانه الجانب المالي اصبح مهم جدا في تحضير الرياضي وفي حياه الرياضيين بشكل عام. ماشي بهذه الرياضات التخمام تاعنا تبدل
لينا نخمو غير على لي زونطرينمون، كيفاش نطلعوا لي باغ تاعنا، كيفاش نطرين باسكو هناك حنا لي كاين زونطرينمون. عفسه في هاد لا ديسيبلين بالك يشوفوها الناس عاديين يشوفوها بانال ولا مي حنا شوف حنا دورون لا بريباراسيون تاعنا باغ اكزومبل عندنا بروغرام نخدموا به شهر ومن بعد عندنا ان تيست نشوفوا الى نجح هذاك لو بروغرام نقيموا روحنا في هذوك لي 3 مومون هذوك. دونك الا شفنا ديجا كي نديروا لو تيست شفنا لي باغ تاعنا طلعوا زدنا باغ اكزومبل 5 كيلو منا وزدنا 10 كيلو منا ديجا المتعه هذيك تسوى عندنا. حققت هدف محدد بيان سور عندنا واحد المتعه كيلو واحد برك 1 كيلوغرام ديجا يعتبر خطوه زياده هذيك وي هناك متعه نحسوا غير لي باور ليفتر اللي يحسوا بها. قادر تباطي لو ريكورد دافريك ب 500 غرام 0.25 كيلو. تفاصيل صغيره تلعب دور كبير في هذا. بيان نبقى ربما في الجانب المالي. انتم شاركتوا في البطوله الافريقيه. قبل ما نتكلموا على مستوى هذه البطوله بما انه نتكلموا في الشق المالي، هل ربما بعد تتويجكم بالبطوله الافريقيه ربما خلينا نقولوا منحه التتويج قدرت تغطي تكاليف اللي صرفتوها من اجل التحضير لهذه البطوله؟ نو مع الاسف لا ما تقدرش لو نتكلموا مثلا تكلمتوا مثلا قلتوا نحضروا على سبيل المثال اضعف شيء ولا اقل شيء مبلغ 20 مليون سنتيم، زيد لها البدله الرياضيه اللي تفرضها الاتحاديه الافريقيه نقولوا مبلغ 35 مليون تقريبا، ندوروا في 60 مليون مصاريف. هل المنحه لا تغطي ولا ما تغطيش؟ 10% نو ما تغطيش ميم با التغذيه تاعك. دونك بصراحه يلا نتكلموا شحال كانت منحه التتويج بالبطوله الافريقيه؟ 200 اول دينار مرتبه 20 مليون. اول مرتبه 20 مليون سنتيم، يعني ما تغطيش حتى ثلث المصاريف اللي صرفت. وما كانش اعانات من الاتحاديه ولا من رئيس الاتحاديه ولا من المنتخب الوطني. مالوغوزمون ما عندناش دعم، ما كانش دعم في هذه الرياضه. للاسف الشديد هي واحده ربما من الصعوبات اللي تعاني منهم في هذه الرياضه، مشكل التكاليف الغاليه اللي يتحملها الرياضي. ورغم ذلك مازالكم مواصلين. قلتوا بانكم كما قلت هذه الرياضه وليتم مدمنين لهذه الرياضه. واليوم نشوفكم جيتونا بميداليات وميداليات التتويج بالبطوله الافريقيه اللي نظمت هنا بالجزائر السنه الفارطه 2023. لو نتكلموا على مستوى المنافسه، خاصه انه تقريبا شاركوا فيها 100 رياضي، 40 رياضي كانوا من الجزائر وبقيه الرياضيين من 12 بلد عربي شاركت: تونس، مصر، ليبيا، حتى البلدان الافريقيه، جنوب افريقيا، الكاميرون وما الى ذلك. لو نتكلموا ليليا على مستوى هذه البطوله بشكل عام وحده المنافسه كيفاش كانت قويه كمان. كاين بلدان اللي كاين بلدان ثاني قويه اللي ما جاوش كيما افريك دو سود وما شاركتش في ما شاركش جنوب افريقيا في النسخه الفارطه، لكن شاركوا ايضا المنتخبات العربيه. هل هناك تنافس من طرف كانت منافسه قويه خاصه في ليبيا؟ الذكور في الذكور بوكو بليس. تونس وليبيا منافسين اقوياء في هذه المنافسه. شكون ربما اللي تشوفوه انتم من حيث انه يملك المستوى ومستوى قوي يقدر ينافس به حتى على المستوى العالمي في ظل البلدان اللي كانت شاركت في البطوله الافريقيه؟ اكشوالمون سي لا ليبيا. الله يبارك، مستوى عالي يخدموا. شفنا للاسف كانت الجزائر هي اللي محتله المرتبه الاولى افريقيا والمرتبه الثالثه عالميا. ولكن للاسف واش من سنه كانت الجزائر الاولى افريقيا والثالثه عالميا؟ دونك في لي 20 ans ديرنيير هادوما 20 سنه هادوما اللي كانوا فريمون كانوا توب. مالوغوزمون 2008 2010 12 13 14. والان اين هو موقع الجزائر في المنافسات الافريقيه والعالميه؟ 51 للاسف، مرتبه 51 عالميا. نتكلم عالميا من الثالثة عالميا الى 51 عالميا. تراجع كبير. وش هي اسباب هذا التراجع؟ وش اللي خلى رياضه الباور ليفتينغ في الجزائر تراجع بهذا الشكل؟ والله ما الواحد باغ اكزومبل انا طلعت كي ترافاي يخدم ويساكريفي وشحال هو كمان يتعب ومن بعد في لافان ما كانش ميم با كيفاش كانش المقابل. ما كانش دعم ما كانش دونك فوالا هذاك هو يولي للور ما يقدرش يافونسي وحده ثاني. وبالتالي نقدروا نقولوا بان الكثير من الابطال انسحبوا ولا جبدوا روحهم من هذه الرياضه. هذا واحد ربما من الاسباب اللي خلى الرياضه هذه تتراجع وتخلي ربما الجزائر تراجع في هذه الرياضه.
وما كاينش دعم باغ اكزومبل ثاني تساكيفي توت لاني تخدم و جوست باش تلحق الشامبيون دافريك بور ديفوندر طون تيتر لا فان ثاني تسيب روحك ما يعيطولكش ولا دونك بيان سور تو تغوتير ثاني. وهذه نقطة أخرى. اسباب بيان سور. ربما استبقتي. الله يبارك لي بورتون ديال لاجيري عندنا الله يبارك لي زاتليت دو نيفو دو غروند كاليتي مي مالوغوزمون ما كانش. ربما تكلمتي على نقطة مهمة ثانية على أنكم أو الجزائر مقبلة على المشاركة في بطولة إفريقية شهر أكتوبر الجاري بجنوب إفريقيا. ثم حاملات لقب في السنة الفارطة، لكن علامة الاستفهام أنكم غير متواجدة ضمن قائمة المنتخب الوطني للمشارك. ما هي أسباب هذا الاستبعاد؟ احنا ما نعرفوهاش الاتحادية وما قاتلناش الأسباب. ما قاتلناش أسباب انتقاء الرياضيين في القائمة. رياضيين النخبة بورتون حنا اللي نقول لك في صنف الإناث رانا كنا 5 كونفوكي ليكيب ناسيونال في 5 شامبيون دافريك ميداي دور. وفي لا ليست تاع هاد الخطرة فيها ان سول اتليت رياضية وحدة في لي 5 هادوما. وكاين دوطخ اتليت اللي ما عندهمش اللقب الافريقي ماشي ابطال افريقيا وهكاك داروا في لا ليست. شحال عدد المشاركات اللي تم انتقائهم في المنتخب الوطني؟ شحال كاين هنا؟ 5 ولا كاين اكثر؟ في الصنف في الرياضة بشكل عام راح يمثلوا المنتخب الوطني في جنوب افريقيا. وحده هي كان لو سيت هذايا كيفاش يخدم تاع ليست فيها نوميناتيف. اون ليست الاولانيه كان فيها 3 اتليت 3 في ومن بعد كاين اون اوتر ليست اللي حتكون نورمالمون اليوم ولا غدوه لا ليست فينال. لا ليست فينال مازال ما حطوا وحده برك في انتظار الكشف عن القائمة النهائية. في البطولة الوطنية لهذه السنة كنتوا شاركتوا فيها، واش كان النتائج اللي حققتوها؟ شاركنا درنا نتائج كالعادة. كالعادة تعني انكم بطلات بيان سور نكلاسيو توجور دونك سي بور سا جاتنا فيزا كومون سا سفي ماناش في القائمة. تكلمتوا مع رئيس الاتحادية، تكلمتوا مع مدرب المنتخب الوطني؟ وي. واش كانت لي الاسباب الاستبعاد ولا الاخر عدم الاستدعاء؟ تكلمت مع رئيس الاتحاديه قال لي مدرب المنتخب الوطني هو اللي دار القائمه. كاين نهضر مع المنتخب الوطني مدرب المنتخب الوطني ما يريبونديش بدون رد. بدون يعني تبقى الاسباب مجهوله علامه استفهام. وعلاش ما على بالناش دينا تيتر شامبيون دالجيري في ظروف صعيبه بزاف. البطوله الوطنيه تاع العام هذا كانت بزاف واعره باسكو سيتي الغمضان ديجا رمضان افريل ومور اون سيمين شامبيون ناسيونال دونك كوميم لا بريباراسيون في رمضان سيتي فريمون دور وزيد تجي موراها زيد سورتو حنايا لي في ماشي كيف بيان سور. نقول الاولاد في رمضان يقدروا يونطريني مور الفطور صحيح دونك يونطريني اليز بلوز اليز على حنا وني اوبليجي افون. بيان سور انا نهضر لك انا بيرسونيلمون لحقت وين لا بروميير سيمين اونطريني الصباح كيف صايمه لي زونطرينمون على 11 12 باش يكفيني الوقت في شهر رمضان. شهر رمضان 13 جو مونطران و فوالا الله غالب. مجهودات كبيره وفي الاخير يعني يبقى حقكم المشروع انكم تدافعوا على لقبكم الافريقي. جوستومون احنا ما طالبناش لوبجيكتيف تاعنا سي ديفوندر نوتر تيتر. عندنا ان تيتر افريكان 2023 كوميم اوني ميدايي ماناش عندنا دي ميداي دور كومون سا سفي 2024 عندنا كاع المؤهلات اللي يخليك شامبيون دالجيري شامبيون دافريك وتوتال تاعي اللي قادر ينافس بيان سور لي زوتر اتليت دونك ديجا لو توتال اللي راني فيه ماشي نشكر فيه روحي ولا بالخدمه بيان سور تعبت باش لحقت ليه. لي دو اللي راهم في لا كاتيجوري تاعي دوك في لو سيت افريكان لا ميداي دور تكون تاعي مي بوركوا مانيش في لا ليست مقارنة بالدورة الأخيرة لكأس إفريقيا. شحال زدتي في الميزان في القوة تاعك اللي تقدري الأحمال اللي تقدري الوزن اللي تقدري ما نكذبش عليك الله يبارك زدت كمان في 60 كيلو اون غرو مي بارابور للزوج اللي كاين في لا ليست. كاين وحده من لافريك دو سود كاين وحده من الكوت ديفوار. لا كاتيجوري تاعي نديها انا
باسكو دابخي لي شارج تاعهم هما واش حطوا في لو سيت، انا اللي متاهله ندير لا ميداي دور مي مانيش في القائمة، في قائمة المنتخب الوطني، وهذه وي. تطرح علامة الاستفهام لرئيس الاتحادية ولمدرب المنتخب الوطني الجزائري. تكلمتوا عن الكثير من التضحيات، ربما تحسوا بنوع من الظلم أنكم بعد كل هذه المجهودات وهذه التضحيات اللي تقوموا بها في الأخير تشوفوا حقكم المشروع يروح قدام عينيكم. نعم بيان سور، تضرب قريب عام وانت تجبد وتونطريني وتساكريفي، فيها بوكو ساكريفيس من كاع لي كوتي، ماهيش غير جوست اونترينمون. انا نهضر لك انا اني نساكريفي باسكو جو سوي اوبليجي دو سونتريني تو لي جور، دونك دو ترافاي اونتريني سي كومبليكي، دونك ساكريفي تخدم خدمه وكاع جوست بور مونتريني بور بروغريسي باش نبارتيسيبي في شامبيونات دافريك هذيا، باش من بعد في لافون اسمك غير موجود في لا ليست. ما حاولتوش تزيدوا تتكلموا مرة أخرى؟ ما لحيتوش في الطلب مع رئيس الاتحادية، أم أنه اكتفيتوا لما شفتوا معك اسمكم غير موجود في القائمة خلاص تسلمتوا؟ ما استسلمناش، او كونترير هدرنا اي دابخي انا هدرت معاه غير خرجت لا ليست، قال لي مدرب المنتخب الوطني هو اللي يدير القائمة، بعث المنتخب المدرب ما يردش عليك. حنا اوني با كونتر لا فيديراسيون ولا كونتر عبد ولا نوتر، نو حنا او كونترير حبينا ندافعوا على لو تيتر تاعنا سي تو، أكيد سي نرفعوا الرايه الجزائريه ماناش هذا حقنا. جو بونس او كونترير غادي نرفعوا الدرابو تاعنا، خاصة أنه كما كتكلمي الأرقام ترشحكم بقوة من أجل حصد لقب ثاني. وي وهذا اللي يبقى حقكم المشروع. لو عندكم ربما نداء أو رسالة توجهوها، وش هي الرسالة اللي تكلموها؟ يلا عندك الكاميرا أمامك. أنا حابين المينيستير دو لا جونيس دي سبور، وزارة الشباب والرياضات النظر في هذه القضية، هذا ما كان نداء إلى وزارة الشباب والرياضة. شوف هذه القضية أمر المجهول. وقتاش تكون البطولة الإفريقية للباور 29 أكتوبر 2024 إن شاء الله، 5 أكتوبر. وقتاش مبرمج المنتخب الوطني يطير إلى جنوب إفريقيا؟ le 26 je pense. إذا الوقت ما تشوفوش بأنه ممكن بعد صدور القائمة النهائية كما قلت اليوم لا غدوة راح يكون فيها تغييرات، أم أنه القائمة حسم أمرها؟ هي هذه القائمة اللي حتخرج اليوم لا غدوة هي القائمة النهائية. ومتأكدين بلي حنا حاولنا قبل ما تخرج هذه القائمة باش شوفوا بالك يبدلوها، بالك يحطونا، بالك ما شحال يكون عدد الجزائريين ولا الرياضيين الجزائريين اللي يروحوا يشاركوا في هذه البطولة؟ كانت هنا السنة الفريطة كان 40 رياضي يمثل الجزائر في البطولة الإفريقية، شحال راح يكون؟ بالك الصنف رجال كاين 10 رجال كاين والنساء وحدة فقط. وحدة. إذا نتمنى أنه نداءكم يصل إلى الجهات المعنية. تكلمتي وقلتي وزارة الشباب والرياضة، نتمنى أن هذه الرسالة تصل حتى نسمح لأبطال الجزائر في هذه الرياضة بالدفاع عن لقبهم الإفريقي، بما أنهم بطلات في البطولة الوطنية لسنة 2024 كما تكلمتوا. ربما هو رسالة أو أمر سلبي، لكن خلينا ربما نختم البرنامج بأمور إيجابية وبرسائل محفزة لبقية الرياضيين. أنا فرحت لما قلتوا لي بأنكم تخرجتوا من الجامعة، هي قلتي لي قريتي حقوق علوم سياسية، ماستر حقوق وماستر في العلوم السياسية. إذن كيفاش قدرتوا ربما توافقوا بين الرياضة والدراسة والدراسات العليا؟ ما نتكلموش على الدراسة. والله سي اون كيسيون دورغانيزاسيون، تورغانيزي روحك بين القرايه وبين الرياضه راح تنجح بيان سور. جو تحط راسك في كاين سي فغي لو سبور ما كاينش اللي ما يحبش لو سبور، مي كاين حاجه بلوز امبورطونت سي لو ديبلوم بيان سور يونيفرسيتير. الرياضه والشهاده هي الصح وهي السبق، هي الاساس. وي لو سبور سي ان بلوس جو بونس باسكو في بلادنا ديجا سي ان بلوس. ليليا لو عندك رساله تقدميها للرياضيين بشكل عام في مختلف الرياضات واش تكون؟ انا نقول لهم الخدمه، لي زونطرينمون هما الصح، ما كاش عفسه امبوسيبل ولا ميراكل يصرا، سي جوست لازم الخدمه. كما قلت على القرايه والسبور، القرايه صح هي اولى، لازم تكون اورغانيزاسيون، كي تكون اورغانيزي اونتر القرايه والسبور تقدر تنجح فيهم في زوج. انا باغ اكزومبل
العام اللي فات اللي كانت عندي لا سوتونونس وكانت عندي شامبيون دافريك لي دو. في كانت نفس الوقت. عندي سوتونونس في جويي وشامبيون دافريك في اكتوبر. في اكتوبر يعني تتويجين في نفس السنه. في نفس السنه دونك ساكريفيت وخدمت من ومن وكنت نجبد من والحمد لله. وكما تقول القاعده لكل مجتهد نصيب. برافو لكم كبطلات افريقيات في هذه الرياضه. نتمنى انه صوتكم يسمع ويؤخذ بعين الاعتبار. برافو ايضا تفوقكم في الرياضه وايضا على المستوى الدراسي. تشرفت اليوم بحضوركم معنا عين الناس. ليليا شكرا على حضورك معنا وعلى مشاركتك معنا في البلاطو. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. ايضا معوشي ثانينا شرفتينا بحضورك. الله يحفظك. شتك متاثره كثير لما تكلمتي وغادتك ربما الاقصاء. نتمنى انه الصوت يصل. شكرا لحضورك معنا في هذا البلاطو. ميرسي بوكو وربي يحفظك. شكرا. الى الملتقى والى برامج اخرى. المجد الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا على كرم المتابعه. نلتقي في مواعيدنا الرياضيه اللاحقه. الى ذلكم الحين دمتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.